باللجوء إلى مجلس الأمن وطرح الموضوع المصري أو التطورات في مصر أمام. حضرتك بتتكلم بلفت نظر متابعي الحياة اليوم إنه مراسلنا وزميلنا محمد مبروك لما كان بيتكلم على الطيارة اللي تعرضت لإطلاق نار، دي الصور نقلا طبعا عن التلفزيون المصري، ناقلين فعلا صور الاعتداء على الطيارة أو وصول الرصاص للطيارة. ده كان زميلنا محمد مبروك كان قال لنا الكلام ده ورصد مشاهدات اطلاق النار على الطياره، لكن طبعا الموقف الامني الخاص بفريقنا ما كانش قادر انه ينقل لنا الصور، لكن زميلنا محمد مبروك كان نقل لنا من خلال طبعا كلامه مع لبنى، نقل بالظبط المشاهدات او اللي حصل مع الطياره الهليكوبتر اللي تم اطلاق النار عليها. اتفضل. يعني ده مشهد جديد خالص بقى. يعني اخشى انه يعني ده اللي انا كنت بخشاه يا استاذ شريف، انه مع دخول الاسلحه بالكميات كبيره جدا جدا الى مصر ونوعيتها، ان ياتي اليوم اللي يتم استخدام صواريخ مضاده للطائرات محموله على الكتف في مصر.